أهلا بكم في مطبخي من جديد، مطبخ فتافيت فادية. واليوم هنديرو الدجاج الكريسبي أو الدجاج الكنتاكي، كل واحد يسميه حسب ما هو يبي، بس المهم هي أكلة مقرمشة ورائعة جدا للكبار وللصغار. وهذين المقادير قدامك. أما هنبدأ نقول كم شنو هن المقادير. أول حاجة نبو دجاج، دبابيس دجاج أو أي نوع قطع دجاج، ونبو حليب من كباية لكبايتين حسب كمية الدجاج اللي انتي دايرتيه تغطيها. ونبو البهارات زي ما قلنا حسب أنواع البهارات هنقولهن وأنا نحط فيهن في الوصفة. ونبو من 3 ل4 بيضات، لو البيض صغير جيبي 4 ولو البيض كبير جيبي 3. ونبو الثوم عادي، في اللي يحط فيه ثوم جاف بس أنا نحب الثوم الخضر منحبش الجاف. ونبو أهم عنصر وهو الكريسبي. أنا عندي الكريسبي هنا جاهز في البلاد الأوروبية أو ممكن حتى في البلاد العربية توا تم متوفر، لأن هذا يعتبر عربي يعني مش أوروبي. هو دقيق مجهز يعني. هنبدو هنحطوا الحليب. أنا هنا عندي تقريبا كيلوين، كيلو ونص دجاج، حطيت كبايتين أو أكثر من الحليب. المهم أنا نبي كمية الحليب اللي تغطي الدجاج، إنه يكون متغطي، ما يكونش يعني الدجاج مش متغطي. نحطه البيض. طبعا أنا هنا حطيت 3 بيضات، البيض عندي كبير، خلطته كويس كويس كويس. ونجول البهارات طبعا ما قلتش في المقادير، تو نقول. بالنسبة للكريسبي عندي هنا حار، فلهذا حولت الشطة. اللي الكريسبي عنده مش حار يحط الشطة. نحطوا الملح، نحطوا كشيكة زنجبيل، نحطوا ملعقة الفلفل الأحمر أو البابريكا، نحطوا ال7 بهارات، ونحط الفلفل الأسود. هنخلط المجموع هذا كله كويس 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 مع بعضه. ونجو نحطوا نسيت نقولكم في المقادير، آسفة جدا، على ملعقة الخل أو ملعقتين خل ضروري تحطيها حتى هي ما تنسوهاش. أنا نسيت نكتبها نقولها في المقادير. ونحطوا توا ندقوا الثوم، ونحطوا الثوم حتى تقطعيه تقطيع كبار عادي. أنا دقيته وحطيته. في اللي يحط ثوم جاف، أنا ما حبيتش طعم الثوم الجاف بصراحة في تتبيل الدجاج، لأن حسيت الثوم الأخضر أفضل، فحطيت الثوم وخلطت هذا كله مع بعضه. نجو الأهم مرحلة وهي مرحلة الدجاج. بعد ما نخلط كل المواد مظبوط، هي إني ننغز الدجاج مظبوط من عند ما نوصل للعظم جوا عشان يدخل كل التتبيلة جوا، أو ممكن حتى تفتحيه فتح بالمقص، وممكن تنغزيه كيف ما أنا نغزته هيك، أو إذا ما عندك وقت تفتحيه فتح هيك شرايح يكون أفضل من نغز وتحطيه. يعني كل ما تفتحيه أكثر كل ما أحسن. أولا يطيب أسرع، ثانيا ياخذ كل التتبيلة. وحاجة أخرى إن التتبيلة هذه يعني بجد بجد تعطي في طعم غريبة للدجاج روعة. غطوه مدة أقل حاجة 4 ساعات. أنا ممكن ندير فيه يوم كامل، أنا نحب يعني من الليل وثاني يوم نشتغل فيه. يعني لو إنك درتيه من الليل يكون أفضل، لما تكوني يعني ناوية إنك بكرة تبي تديري الكنتاكي أو الكريسبي تغطيه من الليل أحسن. تبريه من الليل قصدي أحسن. أنا أول اللي ما عندهاش وقت 4 ساعات تمام. هيك بعد التبل ثاني يوم تو أنا لازمني الدقيق كريسبي، واللي زي ما قلت لكم اللي ما عندهاش دقيق كريسبي يقدر يحط كبايتين دقيق وكباية نشا، يخلطهم، يحط نفس البهارات اللي يحطهن في الخلطة يحطهن هنا، بس الثوم يحطها بودرة. فإذا لو ما عندكش دقيق كريسبي هذا جاهز، هتديري الخلطة هذه وهنكتبها في صندوق الوصف، ممكن الواحد يديرها. نجول أهم نقطة، طبعا نبو هنا مية مسقعة. تعرفوا تقولوا لي ليش توا حاطة مية، هنقول لكم ليش. أنا هنا حاطة مية مسقعة جدا من الثلاجة. حنطلع الدجاج من التتبيلة، نحطه في الدقيق ونحطه في المية المسقعة بس على السريع، ما تخلوش في المية المسقعة، وتردوا تغطوه أخرى عشان يعطي الطبقة المقرمشة بتاعت الدجاج لما تنقلى. هتقعدي بالطريقة هذه إني تكملي أول كمية، طبعا اللي على حسب الطاجين قلي اللي عندك كبير أو صغير، وتكوني مسخنة الزيت، بس ما تسخنيهش لدرجة عالية، خليه سخونته طبيعية يعني كيف كأنك تقلي أي حاجة. هنحطوه. وأهم نقطة في الملاحظة في القصة هذه إنك أنتي ما تحركيش لما تحطيه نين يتحمر. لما تحركيه، إذا حركتيه في الوقت هذا
القشرة اللي فوق هتتحول وهيحول كل اللي انت درتيه هيك وخلاص. فلهذا ما تحركيهش، حطيه وخليه يتحمر من الجهة الأولى، بعد أول ما يتحمر قلبيه بشويش على الجهة الثانية، وهتسمعي صوت المية انت يقل في الزيت. أول ما تسمعي صوت المية يقل في الزيت يعني بداية يطيب، فتخليه يتحمر على نار هادية مش عالية، منبوش نار عالية، نار متوسطة هادية. وهذا بعد ما طاب وناكله فيه مع المايونيز والكاتشب. وممكن تديري تومية في الحوش، أنا منزلكم طريقتها حتى هي الأيام الجاية، ومع المخلل طعم روعة جدا، نتمنى إنه يعجبكم. وما تنسوناش من الاشتراك وتفعيل الجرس، وأي سؤال تكتبوا لي في التعليق وأنا هرد عليكم.